بتحكي لي وهي طالعه في الاسانسير مع بنتها انه ركب معاهم جارهم، والبنت طالعه في الاسانسير مبسوطه قوي لانها كانت لسه مخلصه تدريب اللي خدته عن التحرش الجنسي. طبعا ما اتعلمتش باللفظ كده تدريب عن التحرش الجنسي، بس بمنتهى البساطه البنت يوميها اتعلمت يعني ايه جسمي بتاعي، يعني ايه عندي مناطق ليها احترام خاص، ويعني ايه اقول لا لو اي حد ضايقني او لمسني بطريقه ما تريحنيش. الجار استغرب قوي انه البنت ماسكه علم وماسكه شهاده ومكتوب عليهم حاجات ليهم علاقه بالتحرش الجنسي، وعماله بتغني الاغنيه وبتقول جسمي بتاعي لوحدي انا، لازم اقول لا، بيحميني انا، وكلمات كلها بتوصف انه البنت اتعلمت حاجه غريبه قوي اليوم ده. فالجار بص للام كده وسالها، قال لها اغنيه جديده اللي بنتك بتغنيها؟ هي ايه، كانت في تدريب النهارده؟ فالام بمنتهى الانبساط والسعاده كده قعدت تقول له احنا لسه راجعين من تدريب علمنا فيه بنتنا ان جسمها بتاعها وانه غالي وانها لازم تقول لا لو اي حد لمسها بطريقه ما ريحتهاش. استغرب الجار قوي ان هم علموا البنت حاجه زي كده، وحس يعني موضوع حساس جدا ان احنا نتكلم فيه مع الولاد. بالعكس، اللي انا عايزه اقوله انه ده اللي بيخوف المتحرش. لما هنخلق جيل متعلم عن الحدود، جيل عارف قيمته وعارف انه غالي جدا ومن حقه يقول لا ومن حقه يدافع عن نفسه، انا متهيألي ده هيكون طوق نجاة لناس كتيره. ناس كتير قوي هتفهم انه ما ينفعش اي حد يكسر حدودها، وكمان من حقها انها تدافع عن جسمها، ومن حقها تقول لا، زي ما بنعلم الاطفال ان هم يقولوا لا بصوت عالي لو حد ضايقهم او كسر حدود جسمهم، ليهم الحق ان هم يقولوا لا. عارفين ايه اللي بيحصل لما بنتعلم؟ عارفين ايه اللي بيجرى لما بنفهم ونتوعى عن قضيه التحرش الجنسي؟ انا بفهم حاجات كتير قوي ما كنتش فاهماها. بعرف انه ليا الحق، بعرف انه عندي حدود، وكمان بعرف اني غاليه وليا قيمه. غالبا المجتمع بتاعنا ما ساعدناش نتعلم عن القيمه وعن قيمتنا وعن اهميتنا. غالبا حاسين ان احنا كلنا شبه بعض، او اكيد انا ما فياش اي حاجه مميزه او مختلفه. وممكن يكون ده حاجه من الحاجات اللي بتخليني اسكت وما اتكلمش وما دافعش عن نفسي لو اتعرضت لموقف فيه اتكسرت حدودي. عارفين البنت ديت بعتت رساله شكلها ايه للجار بس لما بينت انها متعلمه عن قضيه التحرش الجنسي؟ غالبا وهي مش واخده بالها رسمت حدود حوالين جسمها وقالت بصوت عالي وواضح انا فاهمه ومتعلمه انه ليا قيمه وغاليه وعندي حدود، وكمان من حقي اقول لا بصوت عالي.